اهلا بيكم في حلقة جديدة من قائمة داتا. هنكمل شرح الوات اف اناليسيز. الفيديو اللي فات شرحنا الجول سيك اللي كانت بتخليني اوصل لهدف معين من خلال التغيير في متغير واحد بيمباكت على الهدف بتاعي علشان اقدر اوصل له. لو لسه ما شفتش الفيديو ده انصحك تشوفه الاول علشان الصورة تكمل معاك. الحلقة بتاعتنا بقى النهاردة هنتكلم عن أداة تانية اسمها الداتا تيبل، اللي بتخليني أطلع بقى كذا سيناريو في نفس الوقت بناء على مجموعة من الفاريبلز اللي عندي. فيلا بينا نشوف المثال بتاعنا ده عبارة عن ايه. المثال بتاعنا ده هو نفس المثال اللي شرحنا عليه الجول سيك لما كنا بنقول ان انا لو عايز اوصل لهدف اللي هو الربح يكون 22,000 باي تشينجينج سيل. لو فاكرين ان احنا نغير فيه متغير واحد اللي هو كان مثلا عدد الوحدات، وكان تغير لي في عدد الوحدات بحيث ان انا اوصل للهدف بتاعي اللي هو 22,000 جنيه ربح. لكن بقى في الداتا تيبل انا هقدر اطلع كذا سيناريو للربح بتاعي. لو مثلا المصروفات بتاعتي زادت او قلت، او لو سعر بيع الوحدة بتاعي زاد او قل. يعني مثلا هنا المثال بتاعنا المصروفات 5000 جنيه وببيع ب50 جنيه الوحدة، فالربح 22,000. طيب لو كان مثلا المصروفات 3000 جنيه، انا بقى بحط سيناريو هنا كده واشوف بقى بناء على السيناريوهات دي الربح بتاعي ايه اللي هيحصل فيه. فهنا مثلا عندي المصروفات لو 3000 لو 4000 لو 5 لو 6، يعني أنا أخدت مثلا نقصت 2000 كده بالأقل، وزودت 2000 كده بالأكتر على ال5000 جنيه، وعشان أشوف الربح هيكون كام. سعر بيع الوحدة هكذا برضو. لو أنا بقى هبيع ب30، لو هبيع ب40، لو هبيع ب50، إيه اللي هيحصل في الربح. فيلا بينا نشوف الداتا تيبل هتعملها إزاي. الأول لازم تكون الخلية اللي هي في أول الجدول دي تكون بتساوي المعادلة اللي أنا شغال عليها في المثال بتاعي هنا. يعني لازم يكون الخلية دي فيها معادلة اللي هي بناء عليها هتطلع لي السيناريوهات بتاعة الربح اللي هي هتيجي في الجدول هنا دي. بعد كده أحدد على الجدول بتاعي، وبعد كده أروح على وات إف أناليسيز، وبعد كده أقول له داتا تيبل. بيقول لي الرو انبوت سيل بتاعك عبارة عن إيه. أنا هنا البيانات بتاعة المصروفات موجودة على هيئة رو هنا كده. فانا هختار هنا ال5000 جنيه، اللي هي ال5000 جنيه دي موجودة جوه صف هنا اهو. وبعد كده الكولم انبوت سيل بتاعي موجود فين، يعني البيانات اللي هي بتاعة سعر بيع الوحدة موجودة جوه كولم. فانا هختار ال50 دي عشان ال50 دي موجودة جوه الكولم بتاع سعر بيع الوحدة. وبعد كده ادوس طلع لي كذا سيناريو بقى كده للربح بتاعي. يعني مثلا ال22,000 جنيه ربح دي طلعت بناء على ان انا عندي مصروفات 5000 جنيه اللي هي في المثال بتاعنا العادي، وببيع ب50 جنيه. طيب لو انا بقى مثلا مصروفاتي 6000 جنيه، ده سيناريو تاني. مع مثلا سعر بيع واحدة 50، يبقى أنا الربح بتاعي يبقى 21,000 جنيه. ولو كانت مثلا مصروفاتي 7000 جنيه وببيع ب70 جنيه الوحدة، فالربح بتاعي هيكون 30,800. وهكذا بقى لو مثلا المصروفات بتاعتي 3000 وببيع ب70، فالربح بتاعي هيكون 34,800. فلو نلاحظ إن أنا الخلية اللي هي هنا دي كده، اللي هي في آخر الجدول من تحت كده، دي هيكون فيها اكتر ربح ممكن. ليه بقى؟ علشان هنا ال3000 ده اقل مصاريف مع سعر بيع وحدة عالي، فيديني ربح اعلى. لكن هنا في الخلية دي كده اللي هي ال9200، ده اقل ربح متوقع، علشان هنا التكاليف بتاعتي ازيد حاجة، والسعر بيع الوحدة اقل حاجة. فيعني التكاليف عالية وسعر بيع الوحدة قليل، فاداني ربح قليل. وهكذا بقى، يعني الداتا تيبل قدرت ان هي تطلع لي كذا سيناريو، بدل ما انا اقعد اجرب مثلا في المعادله بتاعتي هنا ان انا لو مصاريفي زادت، لو مصاريفي قلت، لو ببيع بسعر بيع مثلا اعلى، لو ببيع بسعر بيع اقل، وهكذا. فهي هنا لخصت عليا الكلام كله وادتني يعني زي كذا سيناريو كده اختار منه، اقدر انا بقى اخد قرار مناسب، مثلا ان انا اخلي المصاريف بتاعتي احاول ان انا اتحكم في المصاريف بتاعتي، او احاول ان انا اتحكم في سعر البيع اللي انا هبيع بيه، وهكذا. يعني بس كده يا سيدي، دي كانت بقى حلقة الداتا تيبل. استنوني الحلقة الجاية هنكمل بقى الأداة التالتة في الوات اف اناليسيس اللي هي هتكون السيناريو مانجر. اشوفكم على خير الحلقة الجاية. تحياتي محمد الدين.